اهلا بيكم في الفيديو النهارده. عايزه اعمله بقالي فتره بصراحه، مش عارفه مش بعمله ليه، كل شويه بيتاجل. يعني زي ما شفتوا كده في العنوان، ازاي نحافظ على ريحتنا وناكل سمك براحتنا من غير الريحه البشعه اللي السمك بيعملها وبيسيبها. طبعا هديكوا كده شويه افكار، لان انا كنت بعاني مع الموضوع ده، كان بيضايقني جدا بصراحه مع اني بحب السمك يعني. طبعا تقدروا بقى تطبقوها مع السمك، مع الفسيخ، مع الرنجة، مع كل الحاجات دي، يبقى ايه معانا كده الموضوع مكمل. هتتعبوا معلش شوية، بس هنتخلص من الريحة البشعة اللي بتكون موجودة. اول حاجة وهي ان انتوا لو قدرتوا تلبسوا عارفين الجوانتيات الاكياس دي، تبقى حلوة قوي وهترتاحوا من القصة دي بنسبة كبيرة. بالنسبة للايد لسه بقى فيه المنطقة الجميلة دي. فدي اول خطوه. لو عرفتوا تعملوا موضوع الجوانتي ده، الجوانتيات دي موجوده في الصيدليه كتير، وسعرها بسيط اصلا، بيبقوا كتير مع بعض كده، سعرهم 10 جنيه حاجه كده، وبيبقوا حوالي مثلا 20-30 جوانتي كده، فتخلوهم على طول معاكم في الشنطه في اي حته وتعملوا الحركه دي. ما عرفتوش يعني زي مطاعم كتير بتدي الجوانتيات دي، مش بس سمك، في مطاعم كتير اللي هي البرجر والحاجات دي بيدوا برضو الجلافز دي علشان الناس تفضل ايديها كويسه ونظيفه يعني، والريحه ما تلزقش في الايد. فدي اول حركه حلوه جدا جدا. ما توفرش وما كانش معاكم خلاص هناكل بايدينا. وبعدين هقول لكم بقى هنعمل ايه. عندكم طبعا الحل ان هتغسلوا ايديكم طبعا كذا مره، دي معروفه. اول حاجه الحل التاني ان انتوا هتجيبوا الليمون. خطير، في ناس كتير ممكن يكونوا عارفين الموضوع ده. الليمون خطير خطير، بيطلع الريحه من الايد، ريحه اي حاجه، اسماك او مثلا توم او بصل. يعني انا بفضل من الاول نلبس جوانتي عشان ما نقعدش نطلع، يعني الوقايه خير من العلاج، فاهمين؟ لكن هو الليمون بجد خطير خطير. عندكم كمان الديتول. الديتول رهيب، ان انتوا بتحطوا منه شويه في ايديكم وتسيبوه، ما تغسلوهوش على طول، افضلوا سايبينه، هتلاقوه بيقضي على الريحه برده تماما. ده بالنسبه للايد. بالنسبه بقى لهذه المنطقه، هنعمل ايه؟ اول حاجه ان احنا لازم طبعا نغسل سناننا على طول. خلصنا اكلة السمك لازم نغسل سناننا. ولو احنا هناكل السمك ده بره البيت في مكان او معزومين في حته، نخلي معانا فرشة السنان والمعجون في الشنطه، لان كارثه هو مش هيطلع بنسبه كبيره غير بغسيل الاسنان. تاني حاجه غسيل اللسان. الحركه دي كنت قايله لكم عليها في النظافه العامه للفم، والناس بتشتكي ان ريحه عندهم يعني ريحه فم مش مستحبه قوي. فحركه اللسان دي حلوه جدا جدا، هتفرق جدا معاكم. بالمعلقه البلاستيك، المعلقه البلاستيك اشتروها من اي حد، شويه كده وخلوهم وغيروهم كل فتره مع فرشه الاسنان بتاعتكم كل كام شهر مثلا، وبنغسلها كده بالصابونه بعد ما بنخلص. بتنظف اللسان بشكل قوي جدا جدا، خصوصا بعد اكله زي اكله السمك او الفسيخ او الرنجه. فهنبقى عملنا الموضوع ده. هنيجي بعدين بقى نجيب اللي هو عندنا كلنا غسول الفم، او حاولوا لو ما عندكوش دخلوه في الروتين بتاعكم، لانه اصلا مهم جدا جدا للحفاظ على الاسنان والتسوس والحاجات دي كلها، وبيمنع رائحه الفم اللي مش لطيفه. بينفع في الحاجات اللي زي كده، اللي هي زي الاكلات اللي ليها ريحه نفاذه، زي البصل زي الثوم زي الحاجات دي كلها. لكن هو لوحده مش كافي، فاهمين؟ يعني مفيش حاجه لوحدها تبقى كافيه من اللي انا بقولها دي، لازم تعملوا كله مع بعضه، فاهمين؟ لازم ميكس كده عنايه زياده. طيب هتعملوا الحركه دي، وبعدين هتسيبوا الغسول بقى، مش هتغسلوه بالميه. هو طبعا هي دي طريقته اصلا الصح، حتى لو مفيش اكله سمك او حاجه. طبعا بعد ما عملتوا كده بقى هتبداوا ان انتوا تشربوا يا اما نعناع يا اما شاي بالنعناع. طبعا اغلب الناس بتعمل الموضوع ده، لان برضو بيزود، لان طبعا لسه الاكل جوه فهو موجود. فالنعناع زي ايه؟ بيخلي كمان ريحة النفس كويسة لحد ما الاكل يتهضم، يعني فاهمين؟ كمان ده للناس اللي بتحب تاكل بصل، في ناس بتحب تاكل بصل كتير مع الاكل وكده، فهيبقى حلو جدا معاكم. كل اللي انتوا عايزينه، بس مهم يا جماعه يعني الريحه العامه بتبقى بتضايق عامه يعني. فنعمل خطوات كده، مش هتاخد وقت قوي والله، يعني هو يعني سنه وقت، مش الوقت اللي انتوا متخيلينه. وطبعا لو احنا في الشتاء حلو جدا هناكل برتقان. البرتقان خطير برضو كمان للايد، يعني ريحته برضو بتقضي على اي حاجه، كمان للسنان وكده، ومع المضغ ومع كده بيدي ريحه بقى، خلاص بيقضي على الموضوع زي الليمون بالظبط. كمان لو الناس ما بتحبش مثلا شاي او كده، ممكن تشربوا ليمون سخن ساقع بقى براحتكم. برضو دي فكره كويسه قوي قوي. ما بتعملوا الحاجات دي كلها مع بعض
هيفرق معاكم بجد. الناس اللي بتتضايق من ريحه السمك او من ريحه الفسيخ او الرنجه او الحاجات دي، لان احنا يعني انا بعشقهم بحبهم جدا، وفي ناس كتير بيحبوا الحاجات دي قوي، بس بيبقوا شايلين هم بقى ايديهم بعد كده ريحتها بشعه، ريحه نفسهم بشعه. حبيت اعمل لكم الفيديو النهارده عشان تاكلوا اللي انتوا عايزينه، وفي نفس الوقت نعقم على طول بعد ما بنخلص. يعني زي ما بنقعد نعقم كده في الحاجات اللي استعملناها، لازم نعقم نفسنا اهم. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتكونوا اتسليتوا. يعني قولولي لو انتوا عندكم افكار بتعملوها لما بتاكلوا كده اي حاجه من الحاجات دي، عشان كلنا برضو نستفيد. ممكن حاجه اضافيه بقى كمان تستعملوا للبنات بقى وكده، تحطوا اي كريم للايد او بادي لوشن يكون ريحته حلوه، فده برضو حاجه برضو حلوه جدا جدا. اتاكدوا ان انتوا لو البنات اللي بتطول ضوافرها شويه، اتاكدوا ان انتوا بتبقوا عاملين فرشه كده مخصوصه للضوافر بعد الحركه دي تحديدا، ان انتوا بتنضفوا بقى الضوافر كويس جدا جدا بالفرشه دي باي صابون، علشان طبعا الضوافر لازم هي يعني الحركه دي اصلا المفروض تتعمل على طول، يعني مش بس مع اكله السمك. فبس مع اكله السمك بقى او الحاجات دي بنعملها بقى بحنتفه زياده، فاهمين؟ بس كده. اكتبوا لي الافكار زي ما قلت لكم، وكمان عايزاكم بقى تروحوا تتابعوني على مواقع السوشيال ميديا التانية، هتلاقوني سايبه كل اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس، على التيك توك وانستجرام والفيسبوك. تيك توك مش عارفه، مش بنزل عليه بقالي فتره بصراحه، لو لقيت ناس كده راحت شويه هناك يعني شجعتوني، هبتدي ان انا ارجع تاني. لكن فيسبوك وانستجرام بنزل عليهم حاجات بشكل يومي، كمان الناس اللي بتحب الحاجات القصيره وكده، فهتلاقوني موجوده هناك. كل اللينكات زي ما قلت لكم هتلاقوها تحت. كمان برشح لكم جدا جدا تروحوا تشوفوا البلاي ليست اللي انا هسيبها لكم دلوقتي على الشاشه وفي علامه الاي، وكمان هتلاقوهم تحت عن كل الحاجات اللي بتكلم فيها هنا على الشانل، للناس اللي مهتمين ازاي يهتموا بشعرهم، يطولوا شعرهم، يتقلوه، وقفوا تساقط، الحاجات دي كلها. حاجات للبشره برضو، سكين كير، بادي كير، كل الحاجات دي. حاجات عن الميك اب، على فكره الميك اب ده انا لسه مصوراه برضو للناس اللي عايزين يعرفوا الطريقه او حطيته ازاي او كده، انا صورته وهتلاقوه نازل برضو على الصفحه هنا على الشانل يعني. وكمان في بلاي ليست بقى خاصه للميك اب، يعني دي بقى فيها فيديوهات كتير جدا جدا لاي حد عايز يعرف اي تفصيله، هتلاقوها جوه البلاي ليست دي، فهتعجبكم جدا، هتستفيدوا منها جدا جدا. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا علامه الجرس عشان يجيلكم دايما اشعارات اول ما انزل الفيديو. اكتبوا لي رايكم، اكتبوا لي اقتراحات لفيديوهات جديده، اي موضوع حابين نتكلم فيه اكتبوا لي في التعليقات، عشان انا بتابع كل تعليقاتكم اصلا، ويعني اخد افكار كده واشوف حابين نتكلم في اكتر، وبرد على كل التعليقات. بس كده، استنوني في الفيديو اللي جاي، باي باي.